السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل سندوتشات اللحمة او حواوشي باللحمة، وهنعمل كمان بالبسطرمة البيتي. ويا رب يعجبكم ونرضاكم واستحسانكم. وكمان هنعمل معاهم العجين بتاع العيش ده كله. يا رب الفيديو يكون مناسب ليكم وينول استحسانكم ورضاكم. نبدأ إن شاء الله على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا لو عجبك الفيديو ابقي اعملي له لايك وشير واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس وصلك مني كل جديد. إن شاء الله هنعمله بطرق خفيفة وسهلة وبسيطة وتتعمل في كل بيت، وحتى لو كنتي عروسة مبتدئة هتعرفي تعمليه. نبدأ إن شاء الله على بركة الله. اول حاجه هنعمل خلطه اللحمه عشان نسيبها شويه في التلاجة عبال ما نعجن ونسيب العجين يخمر. اول حاجه حطي بقى المكونات اللي انت عايزاها. انا واحده من الناس ما بحطلهاش بقدونس وكزبره والخضار دي. انا بحط فلفل رومي وفلفل حامي، كمان بحط بصل. انا في كميه اللحمه كيلو الا ربع حطيت عليهم بصلتين كبار بالشكل ده، بصلايه حمراء وبصلايه بيضه. ده الموجود عندي، انت حطي الموجود عندك ابيض او احمر عادي. يبقى انا حطيت فلفل رومي وحطيت فلفل حامي، كمان حطيت البصل. بصلايه كده هقطعها ساعدي بس الكبه عشان ميبقاش ضغط عالي على الكبه، حاجه غاليه وحرام تبوظ مننا. خلطنا البصل كمان البصل بالشكل ده. هنحط معاهم البهارات بقى بتاعتهم، هنحطها مع الكبة عشان يمتزجوا مع بعض كلهم. هما بيتفرموا في الكبة. حطينا معلقة توم، حطينا ملح، دي معلقة بابريكا، المعلقة دي معلقة بتاعت البهارات، ودي قرفة. القرفة حلوة جدا مع اللحمة المفرومة بتخلي لها طعم جميل، ومعلقة فلفل اسود، وحطينا معلقه بهارات لحمه. نخلط بقى المواضيع ده كده كلها مع بعض عشان نحصل على مش مفروم جامد، يعني متقطع صغير كده. خلاص هنجيب بقى اللحمه عشان نحط المكونات كلها مع بعضيها. ده كيسه كده كيلو الا ربع من اللحمه البلدي، ولحمه متلبسه. الحواوشي بيحب اللحمه المتلبسه. ولو عندك لحمه حمرا خالص افرمي لها حته دهنه كده او دوش، هتبقى جميله جدا. هنحط بقى المكونات: البصل والفلفل والبهارات وكمان الثوم. هنعجن بقى مع بعض، وبعد شويه بعد ما تعجني كويس دوقي الملح. لو الملح كويس خلاص، عايز ملح زودي لها حبه ملح. بعد ما عملتها كويس اهو، هنغطيها بقى واحطها في التلاجة لغايه لما نخلص باقي الحاجه. جبت الدقيق اللي انا عايزه اعمله، هنحط عليه ملح، ودي معلقه سكر كبيره، معلقه ينسون وحبه البركه اختياري. هنقلبهم وبعدين هنحط كمان مع كيس من الخميره. طبعا احنا الجو سخن وبقى حر يعني كفايه، فهعملها بميه من الحنفيه عادي، وكمان يعني مش هسخنلها ميه، وكمان هسيبها جنبي على الرخامه عبال ما اخلص باقي شغلي هتكون خمرت وبقت زي الفل. حشت حبه دقيق قبل ما نحط عليه المكونات، وهدي هنعمل العجينه لينه شويه. بس بعد كده في العجن هنحط حبه حبه من الدقيق الجاف، يعني الدقيق عشان خاطر منها هنكون شغلنا العجين كويس. يعني تشغلي العجين كده حلو، تخليه يعني تشتغلي فيه شويه كده اهوت. وكمان عشان خاطر العجين تبقى حلوه في ايديكي، حطيت لها كمان حبه زيت
شوفي العجينه لينه، هنزود في دي حبه حبه لغايه لما تبقى العجينه حلوه تتفرد يعني معاكي ما تلزقش فيكي كده العجين. هفضل بقى احط الدقيق حبه حبه لغايه لما احصل على عجينه حلوه. كده خلاص خلصتها، نحط عليها حبه زيت بس واغطيها بصينيه واحطها جنبي على الرخامه لغايه لما تخمر. هنقطع بقى الحاجه بتاعه البسطرمه، البسطرمه البيتي، هنحط لها برضو فلفل كوبي وفلفل اخضر حامي، ما مش عايزه حامي حطي كله رومي. وهنخرط طبعا طماطم معاها. ده فلفل حامي، نزلهم بقى في البوله اللي هنلخبط فيها المكونات كلها. هاخد كمان طماطم برضو نخرطها تخريط صغير الى حد ما. دي بقى البسطرمه البيتي كنت مفرزاها وعملتها معاكم في القناه، لو عايزينها دوروا عليها هتلاقوها ان شاء الله. بس حلوه يعني حاجه كده هوت زي البسطرمه اللي بره. البسطرمه اللي بره دلوقتي الجاهزه معموله بكام يعني، تجيب التمن حتى بكام، فمبالغ كبيره قوي. لا اعمليها في البيت باللحمه المفرومه بتبقى جميله جدا وطعم حكايه يعني، طعم ما تفرقيهاش على اللي بره. حطينا كمان زيتون مخلي. هنقلب بقى المكونات. دي جبنه انا كنا عاملينها في البيت برضو، جبنه بديل الموزاريلا، بتمط وجميله كده. بقى العيش خمر، هنقرصه على قد على قد ما شفته في اول الفيديو يعني. رغيف عيش هنحط نص لحمه والنص التاني هقفله عليه. قرصيهم كلهم كده، هركنهم عندي جنبي كده اهو تعبال. ودي صاجه دهنتها زيت، فردت اول رغيف. حطي بقى اللحمه وغطي عليها. بالشوكه كده اهو تعملي لها شكل خفيف كده اهوت، بدل ما تلفيها ده اسرع كده اهوت من اللف على في العجين. وهتخرميها بالمره عشان ما تقبش، وهنحطها نرصها في الصاج. واحد تاني اهو. وزي التاني هنحط في نص الرغيف لحمة وهنغطيها بالنص العجين التاني، وهكذا لغاية لما نخلص الكمية كلها.
بنفس المكونات بنفس الطريقة. فردنا الرغيف، حطينا حبة من الفلفل والطماطم والزيتون والبسطرمة، نص الرغيف والنص التاني هقفله عليه واغطيه نفس الطريقة. دي جبنة قلت هنعملها بس انا ما نزلتهاش فيديو، هبقى انزلها ان شاء الله. بتمط كده وجميلة. كوباية مية عملنا كيلو الا ربع من الموزاريلا، جميلة جدا بتمط وتحفة، طعمها جميل قوي. هعملها لكم ان شاء الله وتشوفوها، وان شاء الله تنول اعجابكم ورضاكم كمان. لو وصلتي معايا لغايه كده ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان مني كل جديد. لو سمحتي اعملي لايك عشان الفيديو يترفع. قناتي مش هتكبر غير بيكم، ارجوكم ان انتوا تقدروا تعبي وتحطوا لي لايك وتعملوا لي تعليق حلو كده زيكم بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كده خلص العيش او صاجين، طلع كده حاجه كده اهوت، يعني زي ما بيقولوا اسكت ما اسكتش. كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبك ونال رضاكي واستحسانك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.